بقالي 3 أسابيع ما روحتش لماما، وبصراحة عايزة النهارده أروح أمورة، فيلا نجهز. هرطب وشي بالسيروم ده اللي هو من روبي روز اسمه فيكس واو. السيروم ده عبارة عن ميكس زيوت، فبالتالي أنا مش شايفة خالص إن هو يناسب البشرات الدهنية، أنا بشرتي جافة، فبصراحة كان تحفة معايا. بقالي كتير ما استخدمتش الفاونديشن ده بتاع سوفت مات من عند روبي روز. طالما انا كده كده خلاص رطبت وشي مرطب تقيل، فممكن استخدم فاونديشن يكون بتاع بشرة دهنية عادي. استخدمت هنا درجة رقم 2. الفاونديشن ده التغطية بتاعته تعتبر متوسطة وممكن تبنيها العالية، بس انا ما حبيتش اكتر منه عشان بيعمل فلاش باك، ولكن انا ظبطت الفلاش باك ده في الاخر بالباودر. هستخدم بقى الكونسيلر ده بتاع اني كلاين، الدرجة دي رقم 3. الدرجة انا اكتشفت ان هي غامقة عليا، يعني متهيألي انا اخد 2 أو 1، ولكن الفورميلا نفسها بتاعت الكونسيلر بصراحة محترمة جدا. خفيف، انا مش حاسة ان هو تقيل وبينشف بسرعة، فمش هيكلكع معايا، مش هيخطط معايا، وانا متهيألي هعتمده الفترة اللي جاية دي. وهنا بقى كنت مبهورة بالفينش بتاع وشي، قد ايه كان ناعم ويجنن بجد. ايه رأيكم؟ كونتور كريمي بقى من اني كلاين برضه، ده بقى كان ناعم جدا، وكان دمجه كمان كان سهل جدا، فعجبني قوي بصراحة. درجته كانت لذيذة ومايلة كمان على اللون الاورنج. ده درجته كانت رقم 4. واضح هنا ان انا عملت لنفسي خدود عشان انا بقيت بلا خدود. كريمي بلاش بقى من عند روبي روز اسمه تشيك تو تشيك. الدرجة دي على لون خوخي كده، يعني اورنج بينك، درجة لذيذة جدا. لا بس ايه رأيكم النبي في الفرشة واداء الفرشة عايزة تعظيم سلام، ده انا عايزة منها 17. كونسيلر فاتح بقى، ما احنا اتخمينا في درجة الكونسيلر التاني وطلع غامق، يعني ما نحطش ما نعملش يعني تبييض. انا حاسه ان الموضوع قلب معايا بميك اب زفاف جدا، بس تمام ماشي الحال. لازم تنوير تحت العين، ويجي بقى ميعاد التثبيت. هنثبت بباودر فيلز بتاعه روبي روز. على فكره كل الميك اب ده يا جماعه ب 200، يعني 200 كل حاجه سعرها 200، اللي هو كان سعر الدراج ستور قبل غلا الدولار. فهيصوا بقى. الباودر دي شفافه وناعمه جدا على الوش، لذيذه جدا، بس انا ما احبش اكتر منها علشان وشي ما ينشفش. هاخد بقى فرشة كده تكون منفوشة شوية بتاع الدمج، وهاخد لون بني كده يكون مقرنش شوية، وهستخدمه كلون انتقالي العيني من الباليت دي بتاعة جوسي بيوتي. الباليت دي انا بحب جدا الالوان بتاعتها بصراحة. هاخد اللون اللي انا وريتهولكوا ده وهستخدمه كلون انتقالي، وهحاول ان انا اعمل كريس وهمية، يعني كريس انا اللي عاملاها. كريس اللي هي فصلة العين، المكان اللي انا برسم فيه دلوقتي ده. ولسه هنا عمالة ازود في نفس اللون، انا ما اخدتش اي لون تاني لسه. وهنا بقى قررت اخد اللون البني ده الغامق ده، وقررت معرفش ليه ان انا يعني هعمل سموكي بني، مش عارفة، انا قررت دلوقتي. بحط بقى اللون البني اللي انا بستخدمه ده بفرشه تكون مبططه، فرشه اي شادو مبططه، انا مش عايزاها تدمجه، انا عايزاها تحط اللون بكامل قوته. وده بقى شكله بعد ما حطيت اللون البني. دلوقتي بقى بنفس الفرشه الاولانيه بتاعتنا اللي احنا اصلا كنا حاطين فيها لون بني مقرنش ده، هحاول ان انا ادمج الاطراف. انا خلاص مش عايزه طروف محدده خالص، حاجة صغيرة قوي من اللون الاسود على الاطراف الخارجية تدي عمق. ودلوقتي عايزة استخدم جليتر. هستخدم الجليتر ده من عند روبي روز اسمه جليتر سولتو. ده لونه بني كده اوكسيداي شوية، الحبيبات بتاعت الجليتر صغيرة قوي، يمكن اغرب واكتر جليتر مختلف عندي في الشنطة بتاعتي او في التسريحة بتاعتي. الحباية بتاعته صغننة جدا ومش خشنة قوي، لا يعني مختلف قوي وعندي منه اصلا درجتين من كتر ما هو حلو. بفرشة اي شادو صغنونة جدا قررت ان انا بس اعمل ايلاينر كده مموه باللون الاسود، وبعدين كحل اسود من روبي روز داخل العين. الكحل كان حلو لذيذ، بس برضو روبي روز على فكرة عاملة كحل تاني اسود، القلم بتاعه كله لونه اسود، احلى كمان من ده. ماسكارا بقى من جوسي بيوتي. الماسكارا دي عندي قديمة جدا، يعني هي نشفت واتمحلت، بس برضو قدت، يعني عملت فوليوم للرموش بتاعتي حلوة قوي. البرونزر الحلة، انا مسمياه البرونزر الحله او الصينيه، من كتر ما هو اكبر علبه برونزر جبتها في حياتي، يمكن بعد البرونزر بتاع ايفون. برونزر لونه رائع، ده كان درجته رقم 1. شايفين على اورنج، وبجد بيخلص مثلا في 90 سنه. انا عندي من 2019 ولسه مخلصش البرونزر ده.
هملي بقى فراغات حواجبي كلها بقلم من جوسي بيوتي بتاع حواجب. هو لونه فاتح شويه بس مش عارفه ليه يداني فعلا لوك اكن انا حواجبي غامقه، بس هو كان لونه فاتح والله. بلاشر بقى من اني كلاين، بصوا العسل، تحسوا ان هو شبه فلورمار قوي، مش عارفه ليه. هستخدم ميكس اللونين دول مع بعض، هو لون سيمون على لون بينك غامق. انا حطيتهم على بعض اداني لون لذيذ على فكره جدا. بصوا يعني مش النص ساعه الشغل دول ينسوكوا ان لسه في اي شادو تحت العين. هناخد نفس بقى درجات الاي شادو اللي احنا حطيناها فوق عينينا، اللي هي البني المقرنش والبني الغامق، وهنعمل نفس الالوان تحت العين بالظبط، تدينا عمق للعين وحديه كده. هنعم بقى وشي كله بالفاكسر ده بتاع اني كلاين، ده بقى نال اعجابي جدا 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 جدا. يعني كده احنا عمالين يا جماعه نلاقي بدايل حلوه قوي لفيكس ميك، يعني ولا حاجه. قلم تحديد الشفايف المفضل عندي بقاله 4 سنين، وخصوصا درجة رقم 12 اللي انا بستخدمها دلوقتي دي، بيديني احساس اكني عاملة كونتورنج لشفايفي، ومهما انا كبرت شفايفي بيه بحس انها لسه طبيعية. قلت هاخد بس بلاشر بينك فاقع من الباليت دي بتاعه جوسي بيوتي، احطها عند الخدود نفسها من قدام، معرفش انا بحب الافوره كده. الروج بقى انا هحط درجتين على بعض من روبي روز، لون على بينكات ولون تاني على بيج، عشان يطلع لي لون روج نود تحفه جدا، بيبقى حلو قوي ولايق قوي مع العرايس. هايلايتر ميرميد من جوسي بيوتي درجته 394. في اللحظة اللي أنا بحط فيها الهايلايتر فأنا بعيش أسعد لحظات حياتي. الهايلايتر لونه شامبين بيرفكت حرفيا، يعني لا فاتح مدي على أبيض ولا غامق يبقى في وشي لون أكسديه، لا اللون مظبوط. ليب جلوس بقى من جوسي بيوتي لونه على بينك، ينطق لنا الدنيا كده شوية، اهو خلاص بقى لوك زفاف أساسا. يأتي ميعاد الرموش، يلا نأفور. حرفيا الرموش نقلت اللوك في حتة تالتة يا جماعة. وبس كده اللوك خلص، يا رب يكون عجبكم.